وده حال الكرة المصرية وتصريحات البروف الكارثية وقناة الزمالك والكوميديا الفاجرة. وأخيرا الفرصة الأخيرة للنادي الأهلي اليوم أمام القطن الكاميروني، أو مش اليوم، بتبتدي اليوم. دي مواضيع حلقتنا النهاردة، أتمنى تتابعوني. يلا بينا. الحقيقة أنا في البداية حابب أبدأ الحلقة بالدعاء بالشفاء لكل اللي قدر إن هو يتفرج على مباراة الزمالك وبيراميدز 90 دقيقة كاملة، لأن الحقيقة مباراة مضرة بجد، مباراة مضرة من كل الاتجاهات ومن كل النواحي. يعني بصراحة حال مزري للكرة المصرية لما تشوف مباراة زي دي. المفروض ان دول ناديين من اكبر الانديه في مصر. الناديين بينافسوا، المفروض ان هم بينافسوا على اللقب، بيضموا يعني لعيبه كتير على اعلى مستوى. الظهور بالمستوى ده سواء من الفريق ده او الفريق ده، انا يعني مش بتكلم على فريق معين، انا بتكلم على الفريقين، على لاعبي الفريقين، على شكل المباراة، على يعني مش كرة قدم الصراحة. يعني طموح متوقف. يعني المفروض ان بيراميدز ده فريق طموح، لكن الطموح عنده متوقف تماما تماما تماما. طموحه متوقف على شيء واحد، ان هو يكسب النادي الاهلي. عشان كده فيوتشر جه بعديه وكمل وخد بطولة، رغم انه ما بيصرفش كمية الفلوس دي. لكن هنا بقى مقومات البطولة. نادي فيوتشر عنده مقومات البطولة، عنده إدارة ناجحة، جايب جهاز ممتاز، بينتقي عناصر لعيبة بشكل يعني على الفرازة. مش أي حد بيلعب في فيوتشر، بيلعبوا بطريقة معينة، ترس كرة جماعية بجد. هم بشوفهم بيقدموا أفضل كرة هذا الموسم من حيث الاستمرارية في الأداء بنسبة 70-80%. هم بيبقوا أدائهم ثابت، أسلوبهم ليهم شخصية. لكن بيراميدز رغم انه بيضم لعيبه كاسامي افضل، على الورق صرف اكتر بكتير جدا، لكن في المقابل مفيش اي منافسه تقريبا. دايما يعني بتبقى قدامه الفرصه زي الموسم اللي فات. يعني الموسم اللي فات لو بيراميدز كان فاز كل مبارياته في اخر الموسم كان خد هو الدوري. لكن الهدف عندهم متذبذب، عندهم تشويش. هم عايزين ايه؟ عايزين يكسبوا الاهلي وبس، عايزين يبوظوا على الاهلي وبس، ولا انت عايز تاخد بطوله؟ شوف انت وقف مع نفسك. طبعا بالنسبه بقى لنادي الزمالك الوضع مختلف تماما. نادي الزمالك نادي كيان كبير، كيان عريق. لما يظهر بهذا الشكل لا صعب. حال الكره المصريه صعب بصراحه. اكيد المشكله دي يعني مشكله المفروض تتحل من سن صغير، لان احنا اهملنا الاعمار الصغيره. في الاخر الاعمار الصغيره هي اللي دلوقتي بتقود الكره المصريه. بتقودها لفين؟ يعني مش عايز اقول بقى منحدر، لان مش منحدر، احنا نزلنا جوه بلاعه وخلاص. احنا دلوقتي بنلعب جوه البلاعه، هنطلع بقى او مش هنطلع، وهنطلع امتى الله اعلم. الناس اللي عندها امل في بكره واللي عندها طموح، لا يعني انت تتفرج على الدوري المصري، على اكبر الفرق في الدوري المصري، هتشوف الحال وهتحزن وتسأل بقى فين اللي بيدير الكرة، بيديرها ازاي؟ اتحاد الكرة ده من ساعة ما جه عمل ايه؟ انجازاته ايه؟ مش عارف. موضوعنا التاني هي التصريحات الكارثية. هي التصريحات الكارثية فعلا من فيريرا، ان هو يقول ان هو راضي عن الاداء، وان هو يعني نقفل صفحة بيراميدز ونفتح بقى صفحة الترجي، وقبليها كان هيقفل صفحة الترجي ونفتح صفحة بيراميدز. ما هي يعني الكرة ما بتقدرش كده مستر البروف، الكرة ما بتقدرش كده خالص. انت يعني حطيت الزمالك في موقف وفي أزمة كبيرة بسبب بسبب قرارات غريبة. انا الحقيقة واحد من الناس بتساءل، هل انت بتنتقم من نادي الزمالك
والاسلوب اللي حصل معاك، وقبلت دوت على نفسك، وان انت تنهي بقى رصيدك كله اللي عند جماهير نادي الزمالك الكبير اللي انت بنيته ببطولاته بانجازاته وبتعب، ولا دي سقطة يعني مش عارف، يعني انا مش عارف الصراحة. لكن انت تأليفاتك كترت طبعا. قناة نادي الزمالك قناة انا مش عارف هي بتقدم محتوى رياضي ولا بتقدم محتوى كوميدي ولا بتقدم محتوى خاص بالنادي الاهلي. يعني انا عايز اعرف، انا شخصيا كاهلاوي بتفرج على قناة الزمالك باستمرار، بلاقي فيها كوميديا، بلاقي فيها حاجات غريبة جدا بتتقال، افكار عجيبة سبحان الله. نفس الاشخاص دول لما بيبقوا قاعدين في منصات تانية بتبقى افكار والاسلوب والطريقة وكل حاجة مختلفة تماما. فهل احنا وصلنا لهذه المرحلة من التدني الاخلاقي، ان انا كشخص ابقى قاعد قدام الكاميرا مش مهم اي حاجة، مهم انا ابقى قاعد قدام الكاميرا مشهور منصب في سبوبة بتجيلي واقول اي حاجة واطبل اي تطبيل واقول كلام، يعني مش عايز اقول كلام يعني مش عايز اقول بقى يعني ان هو فيه مبالغة، لان هو ما فيهوش مبالغة، هو فيه خيال وفي اطلال وفي حكايات ويعني نبذة عن الكلام. كنت امبارح بعد مباراة الزمالك وبيراميدز نجم كبير، الصراحة انا مش حابب اذكر اسمه، ان هو مفروض يعني ان هو نجم كبير، المفروض ان هو اسطورة من اساطير نادي الزمالك والكرة المصرية مع الاسف الشديد جدا. بيتكلم بقى ان نادي الزمالك يعني هو ساب المستوى وساب الاداء وساب المشاكل اللي بتحصل في نادي الزمالك، وساب المشاكل اللي بيحط فيها مجلس اداره نادي الزمالك بيحط فيها نادي الزمالك، وساب اللعيبه اللي مترخيه، وساب التأليف بتاع فيريرا. وبيقول ان التحكيم في مباراتين 3 اللي فاتوا كان الزمالك مش عارف ليه ايه وكان عليه ايه والحكم عمل ايه، فده طبعا عارفين سببه ان الزمالك خد الدوري والكاس السنتين اللي فاتوا. طبعا انا مش يعني الكلام ما يتردش عليه، الكلام يعني رد مظبوط. انا اقول لك عيب عليك، ما يصحش، عيب على شعرك ودقنك البيض دول. المفروض تكون وقور، المفروض تكون راجل عندك امانه اكتر من كده. وسبحان الله يعني انا سبحان الله انا مش عارف، هل انت بقى قبل ما تروح الاستوديو كده لما تقف قدام المرايه وتسرح كده بتبقى فخور بنفسك، بتبقى حاسس ان انت فعلا انسان بتضيف وبتفيد المكان اللي اكلك عيش واللي خلاك نجم واللي وقفك كده؟ هل انت فعلا بتأدي الامانه وبتأدي الرساله؟ اعتقد النتيجه بتبان في النتائج، مش السنه دي ولا الموسم ده ولا الموسم اللي فات ولا خدت مش عارف ايه، لا النتيجه بتبان على مدار 10 سنين، على مدار 20 سنه. النتيجه في الاستمراريه. انا بشوف يعني جماهير نادي الزمالك ربنا معاكم، ان مشكلتكم كبيره قوي يعني، وربنا ان شاء الله يعني ياخد بيد الكره المصريه، ويكون يعني المسؤولين كل واحد عنده حس شويه لا ده مش مصر، مش مصر تظهر بالمستوى ده، مش شباب مصر اللي خسروا 4-0 بهذا الشكل المهين عندنا، مش اداره الكره المصريه اللي ينفع تطلع بعد مباراه تقول لك اصل المدير الفني ده جينا لقيناه. وكابتن حازم شفته بعديها يعني بيبرر الموقف، يعني ان احنا يا جماعه جينا لقينا الراجل وعمل مش عارف كام مباراه وديه وخد بطوله ايه وعمل ايه. طب ما انت يبقى لازمتها ايه الكلمه؟ هو الراجل خلاص اداؤه كويس وماشي بشكل ممتاز، انت بقى لازمتها ان انت اصلا يعني تقول ان انت جيت لقيته؟ ما هو ده يعني معناها ايه؟ طيب ايه علاقتها؟ يعني تخش ليه في سياق جمله مفيده الا اذا كان هدفك ان انت بتشيل الراجل الليله او الناس اللي قبليك؟ يا كباتن عيب يعني. اللي مش قادر يعني اللي مش قادر يخدم، اللي حاسس ان هو مش هيضيف، لان انتوا المشكله مش انتوا ما بتضيفوش، المشكله ان انتوا بتاخروا. يعني احنا كنا اصلا اساسا ماشيين في النفق، انتوا نزلتونا بقول لك في بلاعه. انت جيب اي مباراه للدوري المصري من 12 سنه
اي مباراه للدوري المصري من 12 سنه بين اي فريقين، اتفرج على 90 دقيقه، هتعرف اللي انا بكلمك فيها. تعرف ان اللعيبه نفسها يعني اللي بتلعب في اكبر فرق، اللعيبه ما بقتش تعرف تلعب كوره، اللعيب ما بيعرفش يوقف الكوره. يعني تلاقي الفرقه فيها 11 لعيب في الملعب، واحد ولا اتنين بس بيعرفوا يوقفوا الكوره اللي جايه لهم مثلا، بيعرف يستقبل الكوره، بيعرف يحجز على الكوره، يتحرك صح، بيعرف يخرج الكوره صح، قليلين قوي. فالله يسامحهم اللي كانوا السبب. واخيرا عشان مش حابب اطول عليكم، ان شاء الله النهارده الاهلي والقطن الكاميروني تبقى مباراه مصيريه. يعني القطن مش منافس شرس، لكن اي فريق بيلعب قدام الاهلي بيبقى عايز يظهر، حتى لو ما عندوش طموح في البطوله، لا هو بيلعب قدام. يعني بالنسبه له كده زي ماتش الاهلي وريال مدريد، بالنسبه لنا احنا بنلعب ريال مدريد، هو بالنسبه له الاهلي ده حاجه كده ملك القاره. فلما العب معاه القاره كلها هتتفرج عليا، كل لاعب عايز يروح نادي، يمكن حد يشوفني، فبيبقى كده كده انت هتشوف وحوش قدامك. لكن ان شاء الله الاهلي قادر ان هو يفوز على المباراه بسهوله، لو لعبنا صح، لو لعبنا كوره ولعبنا صح. يلعب كوره للمتعه، يلعب كوره للمتعه وللتهديف. ما تقعدش ترقص بس يا عبد القادر، خد قراراتك صح. طالب لعيب الاهلي يعني النهارده ان هم يكونوا عند حسن ظن الجماهير. ان شاء الله ان شاء الله يعني تكون نتيجه ايجابيه جدا للنادي الاهلي، وهيبقى فيه ان شاء الله لينا لقاء النهارده بالليل. معلش هو فيه لخبطه شويه في المواعيد، لكن بعد كده هنتفق ان شاء الله على مواعيد، هيبقى في مواعيد معينه ننزل فيها الفيديوهات. واتشرفت بيكم، واتمنى ما كنتش كنت ضيف تقيل عليكم. ويا ريت يا ريت لو عجبكم المحتوى تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، ونتقابل مره تانية ان شاء الله. السلام عليكم.